جدل ومطالبات بتطهير الداخلية التونسية بعد إقالة مسؤول أمني. المعارضة الموريتانية ترفض تأجيل الانتخابات وتعتبر البرلمان منزوع الشرعية. وتشاهدون في حصادنا المغاربي أيضا مغاربيو غوانتنامو، منهم من أفرج عنهم ومنهم من ينتظر. أهلا بكم إلى حصاد الجزيرة المغربي. أثار قرار إقالة المنصف العجيمي قائد قوات التدخل التابعة لوزارة الداخلية ردود فعل متزايدة، حيث تجمعت حشود كبيرة من المواطنين التونسيين أمام وزارة الداخلية التونسية تأييدا لقرار إقالة العجيمي المتهم في قضية قتل محتجين أثناء ثورة في مدينة القصرين، فيما أعلنت نقابات تابعة لقوات التدخل رفضها قرار وزير الداخلية. من جهته قال علي العريض وزير الداخلية لدى مخاطبته المتظاهرين إنه لن يكون هناك تراجع عن علوية القانون. مرة أخرى يخرج التونسيون إلى الشارع. كان من المتوقع أن يكون هؤلاء المتظاهرون من أعوان وحدات التدخل الرافضين لقرار وزير الداخلية إقالة مديرهم، إلا أن هذا الاحتجاج تحول إلى مظاهرة شعبية داعمة لهذا القرار. خرجوا بأعداد كبيرة أمام وزارة الداخلية لقطع الطريق على أعوان نقابة موظفي وحدات التدخل. المتظاهرون يقولون إن هذا المسؤول الأمني متورط في بعض الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون إبان الثورة، وإنه على ذمة القضاء. الشعب يطالب بإصلاحات في الأمن، في الإعلام، في العدالة، وهذه بداية إصلاحات قام بها السيد وزير الداخلية، وهو قال شخص مورط في دماء الشهداء، والغ في دماء الشهداء في تارو القصرين، ويحاكم وعنده جلسة محاكمة يوم 16 جانفي. فالإقالة هي استجابة لمطالب الشعب في الإصلاحات داخل وزارة الداخلية. وزير الداخلية الذي التحم بالمتظاهرين لم يخلف الموعد، فالتغيير والتصحيح في رأيه قادمان لا محالة. وكانت نقابة الأمن الداخلي وهي تمثل جناحا أمنيا آخر قد طالبت في وقفة احتجاجية أمام الداخلية بتطهير هذه الوزارة ممن تصفهم بالمسؤولين الأمنيين المحسوبين على النظام السابق، وهو ما يشي بوجود تجاذبات بين الأذرع الأمنية في تونس يسعى بعضها ربما لإحراج الحكومة الجديدة. لم تخلو مظاهرات اليوم من مشاهد وتذمر العديد من رجال الأمن، تارة بسبب ظروفهم المعيشية وتارة بسبب مطالبتهم بالحماية. وفيما فضل مدير الأمن المقال عدم الحديث إلى الصحافة، قالت نقابة وحدات التدخل في بيان لها إن احتجاجاتها ستكون فقط داخل سكناتها. هو إذن أول اختبار لحكومة الائتلاف التونسية في مواجهة الأمن الذي يحاول إعادة تموقعه في تونس ما بعد الثورة، وتبقى الأنظار متوجهة إلى مآل هذا الاختبار وسط عودة أنصار هؤلاء وأولئك إلى الساحات. محمد فضل، جزيرة، تونس. مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل والقمع الأمني أثناء الثورة. يطالب سكان حي الزهور في القصرين بعد سنة من الثورة بملاحقة من تورط في قتل أبنائهم. وسجل في محافظة القصرين التونسية عدد كبير من القتلى، بل وثقت تقارير لجنة تقصي الحقائق. وثقت هذه التقارير أن بن علي خطط لقصف هذا الحي الثائر بالقنابل لإخماد الثورة. فخورون بما أنجزوه رغم الثمن الباهظ الذي دفعوه. نحن في حي الزهور بمدينة القصرين شمال غربي تونس، الحي الذي أمر الرئيس المخلوع بن علي بقصفه لإخماد الثورة وفق ما كشفته لجنة تقصي الحقائق. لم تنفذ أوامر بن علي، وأجج حي الزهور بدماء أبنائه أجج الثورة. كان هذا في يناير من العام الماضي. فاضت صفحات الإنترنت بصور هذه المواجهات اليومية بين شبان الحي المسلحين بالحجارة وقوات الرئيس المخلوع المدججة بالأسلحة. اللي يطيح من الشباب واللي يطيح نجبدوه الشباب ونجبدوه للزنقة لهنا.
زنقه لهنا، فهمتي؟ هذه يظل يضربوا هذوك من غاديكا والشباب الكل يهرب لهنا، يهرب لهنا، يلبد لهنا، فهمتي؟ وقناصات فوق قناصه فوق الفارماسي. خرجنا عارينا صدرنا الكرتون ولا للخوف ولا للاضطهاد ولا حتى شيء. انا خرجت على الفقر، على الميزيريه، على الظلم، على الدنيا هذه، خاصه نحن القصريين، نحن القصريين مش نحكي عبيد. نحو 30,000 ساكن في هذا الحي وحي النور المجاور له، معظمهم من أصحاب المؤهلات العاطلين عن العمل. حاولت سلطات نظام بن علي محوهم، وحين فشلت عمدت إلى تشويه سمعتهم وتصنيفهم في خانة مشاريع المجرمين. من يدخل حي الزهور هنا في القصرين ويتحاور مع شبابه يعلم لماذا أمر الرئيس المخلوع بقصف هذا الحي. شباب غير قابل للإخضاع، على العكس هو الذي أخضع العام الماضي آلة القمع للنظام السابق. منزل عائلة أول قتيل سقط في هذا الحي. لم تجف الدموع هنا، خاصة بعد أن فجعت الأم في ابن ثان خلال الأشهر التي تلت. كنا نعرف نقتل والدي ناكل بسنون، والله العظيم الماء ما نقتلوش في ضربة واحدة، نظن هانتش فيه نعذب فيه ناكل بسنون يبارك. لا تطالب هذه العائلة بالقصاص فحسب، بل أيضا بأن تحقق الثورة المطالب التي قتل من أجلها خيرة شباب الحي. أمل وناس، حي الزهور بالقصرين، تونس. ومعنا من تونس هاجر بن شيخ أحمد، الناطقة الرسمية باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث قمع الثورة. سيدة هاجر، هل إقالة مسؤول أمني بحجم المنصف العجيمي يخدم ملف المحاسبة بالطريقة التي تتصورونها أنتم؟ لم أسمع السؤال لو سمحتي. سألتك أن إقالة شخصية أمنية بحجم المنصف العجيمي هل تخدم ملف المحاسبة حسب ما تتخيلونه أنتم أو تخططون له؟ ما أريد أن أقوله في بداية هذا الحوار هو أننا في غياب حصانة قضائية وحصانة بصفة عامة لأعضاء اللجنة لا يمكن أن نوجه اتهام لأي طرف كان. فبالنسبة لنا هناك أحاديث تحوم حول واتهامات ضد السيد المنصف العجيمي، ولكن نحن لا نوجه أي اتهام لأي طرف، ولدينا واجب التحفظ حول هذه المسألة. ولكن ما يمكن أن نقوله في هذا السياق هو أننا اليوم نؤسس لعدالة انتقالية، والعدالة الانتقالية من مبادئها أن يتم محاسبة يعني قتلة الشهداء وكل من ارتكبوا جرائم خلال أحداث الثورة. هذا مبدأ هام ولا يجب التفصي من هناك أسماء كثيرة تم تداولها من قبلكم، من قبل لجنة تقصي الحقائق. هل كان هل المنصف العجيمي من ضمن هذه الأسماء؟ نحن لم نعطي أي اسم سيدتي ولن نوجه أي اتهام، وكما قلت أنه في غياب حصانة قضائية لأعضاء اللجنة لا يمكن لنا أن نوجه مثل هذه الاتهامات، ونحن بصدد إعداد التقرير الختامي. وحتى في التقرير الختامي التقرير لن يحتوي على أسماء بصفة يعني واضحة، وخاصة هناك مسؤوليات ستحدد. هذه المسؤوليات هي مسؤوليات مؤسساتية، مسؤوليات سياسية بطبيعة الحال، ولكن لن نوجه أي اتهام بصفة واضحة في غياب. أنت ترفضين سيدة هاجر الحديث عن أسماء بعينها، ولكنك تحدثت أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها. نظرية نعم. العدالة هل ترينها متأخرة أم لا؟ نحن لسنا محكمة سيدتي، ولا نحول محل القضاء ولا محل العدالة. العدالة تأخذ مجراها في المحاكم. نحن نعيد بناء سياق التاريخ ونعيد يعني تركيب الأحداث ورواية الأحداث بطبيعة الحال مع التأسيس لبعض المسؤوليات، ولكن دون توجيه أصابع اتهام بصفة واضحة لأطراف
معينين بذواتهم. أين تكمن إذن؟ يعني أنت تطرحين الآن تساؤلات سيدة هاجر عن طبيعة وحقيقة مهمة لجنة تقصي الحقائق إذا كانت لا تسمي أسماء بعينها ولا توجه العدالة نحو مجريات أو أسماء بعينها، أين تكمن مهمتها؟ مهمتها كما قلت هي في إعادة بناء سياق الأحداث وتحديد بعض المسؤوليات، ولكن بصفة عامة، يعني دون توجيه أصبع اتهام لأشخاص، لأن نحن محايدون بطبيعة الحال، ولكن لا يمكننا توجيه اتهامات واضحة في غياب هذه الحصانة التي تحدثت عنها. ثانيا، نحن لا نحول محل القضاء. نعم. القضاء طيب، يقوم شعار المحاسبة لقتلة الشهداء خلال الثورة التونسية، كيف تتعاملون مع هذا الشعار بدقته؟ نحن بطبيعة الحال سنؤسس لتوصيات، ومن بين هذه التوصيات بطبيعة الحال محاسبة قتلة الشهداء وكل من تسببوا في هذه الجروح. يعني البلاد جريحة من شمالها إلى جنوبها، وأنا أعبر بتضامني مع عائلات الشهداء، ولكن في الآن نفسه لا يجب أن ننسى وأننا لجنة يجب أن تكون محايدة. نحن لا ننحاز لأي طرف، ويعاب علينا في بعض الأحيان أننا نتأخر في القيام بعملنا. نحن نقوم بعملنا على أكمل وجه. أشكرك. ولكن ربما يعني السلطات الإدارية لا تسهل لنا هذه المهام، والآن نحن في فترة انتقالية، هناك حكومة جديدة، وننتظر إلى سماع المسؤولين الأمنيين قبل أن نحدد هذه المسؤوليات بصفة واضحة ودقيقة، وننتظر ونأمل أن تكون لنا حصانة كافية لتدعنا يعني نوجه المسؤوليات بصفة دقيقة. أشكرك جزيلا سيدة هجر بن شيخ أحمد، العضو أو الناطقة الرسمية باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث قمع الثورة التونسية، كنت معنا من تونس العاصمة. أعلنت أحزاب سياسية معارضة في تونس نيتها الانصهار في حزب واحد، وهي الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري، إلى جانب شخصيات مستقلة. وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة خاضتها هذه الأحزاب. وقالت مي الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي أن هذه الخطوة ضرورية لمستقبل الحياة السياسية في تونس من أجل أن تتعادل القوى بين السلطة والمعارضة. أما ياسين إبراهيم الأمين العام لحزب آفاق تونس فأكد أن لا خوف على الحزب الجديد من الزعامات التقليدية للأحزاب المصاهرة. نظمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية